السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة بقى نعمل صينية كوسة باللحمة المفرومة خطيرة، مش بس خطيرة، دي رهيبة وتحفة وأحلى حاجة ممكن ناكلها، وبجد بتتعمل في أقل من نص ساعة ومش هتاخد مننا أي وقت خالص مع شوية رز أبيض. بصوا أصلا الكوسة دايبة ازاي، بجد يا جماعة أحلى حاجة ممكن ناكلها وخطيرة وتحفة، لازم كلكم تجربوها. هقطع بقى كده الاول بصلايه مكعبات صغيره اشوحها كده في الزيت، واحط بقى معلقتين كبار لحمه مفرومه. ما عندكيش لحمه حطي فراخ مفرومه اي حاجه، وحطيت مكعب مرقه وقلبت كويس جدا. حطيت عليها كوسه بعد ما قطعتها، وافضل اقلب بقى كويس جدا. في الاثناء دي انا كنت ضربت صلصه وسبكتها بس شويه على النار، وحطيت لها شويه صلصه اللي هي المعجون، وشويه فلفل اسمر، هي دي توابلنا بس يا جماعه، وشويه ملح عشان نظبط الطعم. تغلي على النار شويه كده لحد ما الاقي الكوسه بدات تستوي. اقوم بقى عامله ايه، مولعه الشوايه ومدخلاها عليها شويه بالظبط، هي بتاخد منك عمايل نص ساعه. بعد ما تدخليها الفرن تعملي شويه الرز الابيض، وما اقولكيش بقى على الجمال والحلاوه. احلى واسهل حاجه ممكن ناكلها في الوقت ده، وانا عارفه ان احنا كلنا بقينا كارهين وقفه المطبخ في الحر ده. بصوا الكوسه وجمالها، وقد ايه هي دايبه كده، وتتاخد مع معلقه الرز واللحمه المفرومه، ويا خرابي على الجمال والحلاوه.